السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الرسالة إن شاء الله سنوجهها لملك البلاد. كنا دائما ضد البعض أو الأغلبية من المسؤولين اللي كيخدموا المواطن بطبيعة الحال. لكن اليوم معنا حالة معاكسة، معنا مسؤول، نعم مسؤول، وربما عون سلطة. فحكاية غريبة مع هذا السيد هذا. ما عرفتش منين غادي نبدا الكلام. غادي نخليكم مع هذا السيد هذا اللي غتكتشفوا حقيقة مرة يعيشها هو وعائلته. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال خويا؟ الحمد لله. ممكن اخويا تدخل في صلب الموضوع؟ الاسم ديالي عبد العالي مجاهد، عون سلطة، مقدم قروي بملحقة ولاد أحمد. التحقت بسلك عون السلطة في نهار 15/1/2011. اشتغلت مع القائد القبراني محمد، واشتغلت مع القائد الصنيبي عبد الحق، واشتغلت مع السي الصنيبي البوكيلي محمد اللي تم الايقاف ديالي. ما كانش عندي تعيين من 2011 ل 2013. كانوا مغريني بانني عندي تعيين ديالي، في الاخر كنت فاجئ بانني ما عنديش تعيين. وقفني هاد السي البوكيلي، حنا ثلاثه الاعوان السلطه وقفنا، قالك سيروا حتى نسووا الامور ديالكم. من بعد واحد شهرين كنتفاجئ بان دوك جوج اعوان السلطه رجعوا، اللي كيتقاداو يلاه 3 شهور مع شهرين في العمل، وانا كنتقادا سنتين بدون راتب شهري، وانا متزوج وعندي جوليدات. درت فيه شكايه عند وزير الداخليه السابق، هي بانني ما كانش عندي، هي عندي معنا شنو؟ وتعطى والله يجازيه بخير السيد الوزير السابق، تعطى بالاصناف ديالي باش نتصنف عون سلطه. وفعلا تصنفت في 2013 عون سلطه بالتعيين ديالي. اشتغلت مع هاد السيد بوكيلي. من نهار اللي اشتغلت معاه هو كيبتزني وكيضغط عليا. هذا القائد حيت درت به شكايه لوزير الداخليه. يعني باش نوضحوا الامور، يعني في الوقت اللي انت درتي به الشكايه فهو شد معاك الضد. شد معايا الضد. اعوان السلطه كلهم خدامين بخير وعلى خير، الا انا خدام الحمد لله. اشتغلت معاه هو 3 سنوات، عمري وصلت معاه المجلس التأديبي، عمرو لقى عندي شي عشوائي، يعني حاضي سواريه. وكنحترم الخطاب ديال سيدنا الله ينصرو بناء العشوائي بكامل. الغريب في الامر هو انني شدني حطني في واحد السيكتور بعيد عليا، ومن الامكان السيد القائد انه يحط عون السلطه كيتسكن في نفس السيكتور اللي انا خدام فيه. انا عون السلطه قروي كنتقادا 1500 درهم، 30,000 ريال. عندي جوليدات. يعني واش هاد 1500 درهم غتقدني؟ ما غاديش تقدني. عندي موطور كيعطيوني 3000 ريال ديال ليسانس، انا كنخسر 30 درهم في النهار ديال ليسانس. لا اله. يعني الا درنا عمليه حسابيه غنلقاو 90,000 فرنك عندي فم. ومشيت عند السيد القائد ودخلت عنده، قلت الله يجازيك بخير، حيدني من هذا السيكتور هذا، عطيني شي سيكتور قريب. قال لي شوف عجبك الحال ما عجبكش شحال الله يعاوننا ويعاونك. بحال واخا ذكرتي لي على ان تم العزل ديالك الان ياك؟ وقلتي على ان كاين عون السلطه اللي دار واحد المشكل كبير وما شنو دار؟ ودابا المشكل دابا كاين عون السلطه داز معايا في نفس النهار اللي غندوز فيه المجلس التأديبي. ها هي كونفوكاسيون قصيطه ليا السيد القائد مع سميتو عون السلطه بوسيل عبد الرحيم، وصيفط ليا كونفوكاسيون غندوز نهار 19 شهر 4، وجاتني كونفوكاسيون تا نهار 19 شهر 4 في نفس النهار اللي غندوز فيه على الساعه 1 بعد الزوال. وانت ما كنتيش في الدار؟ انا ما كنت. عيط لي العون السلطه قال لي فين؟ قلت له انا في عين حروده. قال لي راه لقيت صيفط لك واحد الورقه. قلت له خليها ليا في الدار. ملي جيت بالليل للدار لقيتها خصني نحضر المجلس التأديبي.
لان هذه خطه ممنهجه السيد القائد والعون السلطه. علاش؟ باش يسدوا لي باب الطريق، باش ما نحضرش لهاد المجلس التاديبي، باش ما ندافعش على راسي. يعني داروا لي هكاك زعما بان راه السيد عينا وراه ما جاش حضر المجلس التاديبي. المهم هذه من ناحيه. الناحيه الثانيه، السيد العامل ديال النواصر كتبت به الشكايه الاولى نهار 12 شهر 4. درت به شكايه، عطيته شكايه، قلت لي راه المشكل اللي وقع لي المشكل اللي وقع لي مع القائد، لا من يحرك ساكنا، لا من يحرك سميتو، حتى واحد ما تسوق ليا نموت انا ولا نتفرقع ولا ندبر راسي. عاود صيفط لي الشكايه الثانيه نهار 25 شهر 4. درت عريضه على ديك الكونفوكاسيون اللي صيفط ليا باش نحضر المجلس التاديبي، لا من يحرك ساكنا، لا مني. المهم انا يعني اكلوني لحما ورموني عظما. طلبت السيد العامل بمقابله باش نريح معاه، نعاود ليه والو. لا مني اذا طرقتي جميع البيبان وحتى هنا كاين يعني موضوع مشيت عند وزير الداخليه الحالي دابا، صيفط لي الشكايه نهار 13 شهر 4. ها هي، لا من يحرك ساكنا ولا من يقول لي اشنو مالك ولا ما مالكش. عاود صيفط ليه الشكايه نهار 21 شهر 4 عاوتاني. ها هي، لا من ما كاينش اللي يقرا الحر ديالي وما كاينش اللي يقرا سميتو. وانا الان انا متشرد، وليداتي متشردين، ما كاينش. انا واحد دابا، انا دابا 5 شهور انا لا ضو لا نخلص ولا والو. انا غدا راه كيجيو يهدوني صحاب لوينور باش يحيدوا لي الضو، باش يحيدوا لي المكان الضو. لا اله. انا وقفت لهم. والمشكل دابا اللي بغيت نعرف، هذا نداء كنوجهو لكم الاخوان، هذا كنوجهو لسيدنا الله ينصرو ويشافيه ويعافيه. هذا نداء كنوصلو لسيدنا بان راه عون السلطه راه ولا حاجز قصير، راه اللي جا كينقزو، راه اللي جا كيمسح فيه يديه. وانا المطلب ديالك واش؟ المطلوب ديالي كنطلب من سيدنا الله ينصرو باش يتخذ الاجراءات اللازمه في هادشي اللي واقع. واحد عون سلطه عنده 3 صنادق مبنيين، وانا اتحمل المسؤوليه على هادشي اللي كنقول. عنده 3 صنادق مبنيين، شدوا القيد، دار عليه، غطى عليه، داز مجلس التاديبي، حيدوا من ملحقه ولاد حمد، صيفطوا للملحقه ديال بن عبيد. وانا تاخذ في حقي العزل. علاش يتاخذ في حقي العزل؟ شنو داير انا؟ لا كان عندي رشوه، لا كان عندي هادي لا هادي. بهذيك الضغوطات ديال سعادة القيد مرضت انا مرضت. راه عيطوا لي غير المواطنين، اللي عيطوا لي جيران عون السلطه راه طايح كرد الدم، كبادي كنلوحو. هو اللي صيفط لي لامبيلونس، هزتني من دوار سهابه. اذا كنتمناو الرساله توصل لجميع المسؤولين غيقدروا ياخذوا الحق ديال هذا السيد هذا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخر كلمه انا كنطلب من سيدنا باش ياخذ لي حقي صافي. المهم انا بغيت تاخذ اجراءات لازمه، اللي يستاهل العقوبه يتعاقب.